لما تبص على إنتاج سيد درويش في الفترة من 1918 ولحد 1923 تقدر تقول إن الشيخ سيد واحد من أكتر الملحنين على مستوى غزارة الإنتاج. في الفترة دي اشتغل فيها مع فرق مسرحية كتير جدا، وبسبب إن المرحلة دي ما كانتش موثقة بالشكل الكافي وما كانش فيه تسجيلات كاملة لكل الفرق المسرحية، فالمصادر بتختلف على العدد الكامل للمسرحيات دي، بس نقدر نقول إنها كانت في المتوسط تقريبا 28 مسرحية وأوبريت. منهم على سبيل المثال راحت عليك وأم 44 والانتخابات مع فرقة علي كسار اللي كانت منافس مباشر لفرقة نجيب الريحاني، ومع فرقة منيرة المهدية عمل كلها يومين كليوباترا وأنطونيو اللي لحن جزء منها وكملها بعده محمد عبد الوهاب. ده غير فرقة أولاد عكاشة اللي عمل معاها كذا عمل زي الدرة اليتيمة، العشرة الطيبة والباروكة وشهرزاد مع فرقته الخاصة اللي كونها وهو شغال مع كل الفرق دي. وده يأكد لنا إن إنتاج سيد درويش كان ضخم بشكل استثنائي لفنان في الفترة دي. بس يا ترى تميز سيد درويش الوحيد هو غزارة الإنتاج بس؟ بتقول كتير من المصادر إن سيد درويش احتك بالموسيقى الغربية وبالأوبرا تحديداً، واللي عجب سيد درويش فعلاً في الموسيقى دي مش الألحان نفسها بس، دي حاجة اسمها هارموني. قبل سيد درويش كانت المزيكا عندنا بتعتمد أكتر على اللحن الواحد اللي بنسميه ميلودي، يعني كله بيغني أو بيعزف نفس الخط اللحني أو بيزود عليه شوية زخرفة. سيد درويش بقى دخل فكرة إن ممكن يبقى فيه أصوات أو آلات بتصاحب اللحن الأساسي، وكل آلة بتعزف نغمات مختلفة بس في الآخر بتكمل بعضها وتخلي اللحن الأساسي أغنى وأحلى. وده ضاف عمق وبعد جديد للمزيكا المصرية ما كانش موجود قبل كده، وهو ده الهارموني اللي نقدر نبسطه ونقول إنه فن إنك تحط أصوات مختلفة بتتعزف أو تتغنى في نفس الوقت بس بتطلع صوت حلو ومتناسق ومريح للود. سيد درويش وظف تأثره الأوبرالي ده بذكاء مش طبيعي. هو ما قلدش الأوبرا الغربية وخلاص، ده استلهم منها وأعاد صياغتها عشان تمشي مع الذوق المصري. يعني مثلا استخدم أسلوب الريسيتاتيف، وده نوع من الغناء اللي بيبقى زي الكلام السريع كده بيربط ما بين الأغاني في الأوبرا، والأسلوب ده استعمله سيد درويش عشان يربط الحوار المسرحي بأغانيه في الأوبريتات بتاعته، وده خلى الحوار يدخل في الغنى بسلاسة وخلى المزيكا جزء أساسي من الحدوتة اللي بتتحكي على المسرح، زي ما بتشوف في أوبرات العشرة الطيبة لما الشخصيات كانت بتتكلم وتغني في نفس الوقت بس بشكل درامي متكامل. وكمان استخدم الكورال أو المجموعات اللي بتغني مع بعض بشكل درامي مختلف، فالكورال ده كان بيعبر عن مشاعر الشعب أو يعلق الأحداث، مش بس بيغني جماعي وخلاص زي أغنية سلمى يا سلامة في أوبريت راحت عليك اللي الكورال كان بيغنيها بشكل بيعبر عن فرحة الناس بعودة المسافرين، وده أضاف إحساس بالمشهد كله.